أساليب التربية اتغيرت عبر السنين، كل ما بنكبر كل ما بنتعلم إن في أساليب جديدة مختلفة، كل ما بيبقى في احتياجات أكتر لولادنا حسب العصر اللي احنا فيه. ضيفتي النهاردة أخصائية تربوية هتتكلم معانا على مواضيع كتيرة مهمة، من أهمها إزاي نتعامل مع أولادنا ذوي الحقوق الخاصة مش الاحتياجات الخاصة. في الحلقة معايا النهاردة سارة سالم. ازيك يا سارة؟ هاي رضوى، ازيك؟ اخبارك ايه؟ منوراني، عاملة ايه؟ ده بنورك، الحمد لله كله حلو. ميرسي ان انتي استضفتيني النهارده معاكي. لأ طبعًا، أنا excited أوي للconversation دي، مش بس علشان أنا شايفة المحتوى بتاعِك وعارفة الخبرة اللي أنتِ بتقدّميها من ضمن إزاي نتعامل مع ولادنا، وإزاي نتعامل مع مواضيع كلّنا بنتوتّر منها كل يوم، الزعيق والضغط والواجب والحاجات دي كلّها، بس الموضوع اللي أنا باحب إن أنتِ تتكلّمي فيه أوي، ومش عايزة أنُط عليه على طول، بس هابدأ بيه، كلمة الحقوق الخاصة مش الاحتياجات الخاصة. فقبل ما نبدأ ونتكلم في الموضوع ده، احكي لي شوية عنِّك وقولي لي بدأتِ إزاي، وليه أصلًا اهتميتِ بموضوع التربية؟ آه. بصي، كل مره بتسال السؤال ده ببقى دايما حاسه اللي قدامي مستني قصه كده، انت يعني مثيره ورا البدايه. بس انا ما عنديش قصه مثيره خالص. انا كنت وانا داخله الجامعه كان نفسي قوي ادخل علم نفس. وبابايا قال لي لا، خشي هندسه عشان تشتغلي معايا وكده. فكنت عملت نفسي فيها البنت المحترمه وسمعت كلام بابايا ودخلت هندسه واتخرجت واشتغلت. وبعدين قلت له لا، دوري بقى، انا مش حابه خالص المجال ده، انا عايزه ابتدي ادرس من اول وجديد وادرس الحاجه اللي انا حباها. يعني أنتِ دخلتِ هندسة 5 سنين، خلّصتِ هندسة completely. كومبليتلي، واشتغلت بيها كمان. ده كده المهندسين هيزعلوا مننا أوي، إن أنتِ لا دخلتِ خالص وغيّرتِ والله. المجال. لا، بس لحد دلوقتي الهندسه بتنفعني في حاجات كثيره جدا، يعني حتى اكتر حاجه بسمعها من المنتورز بتوعي، او اللي هم الدكاتره اللي بشتغل معاهم، يقولوا لي ان انت طريقه السيشن بتاعتك اكلكتيف. وبجد كل مره بحتاس قوي في كلمه اكلكتيف. اكلكتيف ان هو ببقى اخده حاجات كتيره من حتت صغيره من حاجات كتيره قوي، والهندسه موجوده فيها. فما اقدرش ما اقدرش انكر فضل الهندسه عشان المهندسين ما يزعلوش بس. لا، لا، إحنا مش بننكر فضلها خالص، بالعكس هي دي اللي يعني شكِّلت طريقة تفكيرِك والتعامل مع المجال الجديد اللي أنتِ بتشتغلي بيه، هي بس حاجة interesting إن أنتِ رُحتِ من مجال لمجال تاني خالص. خالص. وبصراحة أنا كنت شايفة نفسي محظوظة جدًا إن بابايا ومامتي شجعوني. فعملت الماسترز بتاعتي، وابتديت الماسترز بتاعتي إن أنا عايزة أفهم أسلوب التعليم للأطفال. وقُلت يعني ما أعرفش إيه اللي خلاها تيجي في مخي، بس أنا كنت حاسة إن لو التعليم في الأطفال من هُم صغيرين أوي معمول بطريقة مضبوطة، أكيد هيكبروا يبقوا بني آدمين هيحتاجوا يشتغلوا على نفسهم شوية أقل. ما فيش بني آدم مش محتاج يشتغل على نفسه، بس شوية أقل. وابتديت الماسترز بكده. وبرضه من حظي ان بحكم طبيعه شغل جوزي سافرنا وعشنا في كذا بلد بره مصر. فاول بلد رحنا دبي، واشتغلت في مدرسه. والمدرسه دي كان فيها جنسيات واختلافات في الاطفال بكل الاشكال، وكان فيها احتياجات مختلفة. كانت لو هي حاجة ذهنية أو جسمانية. كنت أول ما دخلت المدرسة دي حسيت يا نهاري، ده أنا لسه هبتدي أتعلم من أول وجديد. كنت حاسة إن أنا لسه هبتدي أشوف حاجات تانية كتيرة قوي، وفتحت عليا مجالات كتيرة قوي. ابتديت أعمل دراسات بقى في السلوكيات والاحتياجات المختلفة، وازاي اقدر ادي لكل طفل الحاجه اللي هو محتاجها مني. ولحد دلوقتي ما ببطلش مذاكره. فعلى طول على طول زي ما انت قلتي، التربيه ونمط الحياه بيتغير. فانا لازم على طول ابقى برضو مخليه اساليبي اكتر حاجه up to date او اكتر حاجه حديثه، عشان تبقى نفس اللغه بتاعت العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. أنا موافقاكِ طبعًا في حتّة إن إحنا لازم نطوّر من نفسنا دي، لإن دي حاجة بديهية، يعني إحنا ما ينفعش نربّي ولادنا بالطريقة اللي إحنا اتربّينا بيها مليون في المِيّة، لإن الوقت مش هو الوقت، ولا العصر هو العصر. هو يمكن الحاجة اللي أنا باقرا فيها كتير وساعات باحس إن أنا ما بافهمش فيها حاجات أو بانتقد فيها حاجات، هو موضوع التربية الحديثة.
كلمة التربية الحديثة دي أنا حاسة إن هي بقت دارجة أوي بالذات في موضوع السوشيال ميديا، وبقت موصومة كده بالإيه، آمم softness، يعني اللي هو إيه، نربيهم بهدوء كده، ما نزعّقش فيهم، ما مايصة يعني، عارفة اللي هو في دماغي أنا كده، اللي هو باحس اللي هو إيه، لأ يا حلوة جماعة كلمة مايسة دي. مش يعني عارفة اللي هو التربية الحديثة دي مش شرط إن هي تبقى بالشكل اللي أنتم بتقولوا لنا عليه على السوشيال ميديا، لإن هو علم كامل، بس إحنا بيبقى في مقتطفات كده تحسي اللي هو إيه، ما ينفعش يعني ما أقولش لابني حاجة زي كده، ما ينفعش ما أزعّقلوش، ما ينفعش ما أربيهوش، ما أنا لازم أربي. رأيِك إيه في موضوع كلمة التربية الحديثة دي، لو أنتِ تساعدينا نفهمها من غير المفهوم الخاطئ اللي بيغيّرها على السوشيال ميديا، نطبّقها إزاي في حياتنا؟ هي فعلا زي ما انت قلتي، هو كلمة تربية حديثة دي استهلكت في السوشيال ميديا، وبتستخدم بطرق مش شرط خالص تبقى صح. بس هي التربية الحديثة ان انت بتعاملي ابنك او بنتك بان انت تفهميه وتسمعيه وتحترمي احتياجاته. مش معناها ان انا ابقى على طول هاديه ولذيذه وفي مود لذيذ، لا بالعكس، انا مفروض دوري ان انا اوري ابني او بنتي ان انا في اوقات ببقى عندي ضغط رهيب ومش طايقه نفسي، وبيبقى في اوقات انا زعلانه ومفلوقه من العياط من قدامهم، عشان هم كمان يفهموا الحاجات دي ويعرفوا يتعايشوا معاها ازاي. لكن لو انا على طول محساهم انت عايز مني ايه دلوقتي وبضحكه كده كالم زي ما هم بيقولوا، انا مش بعيشه الحياه اللي هي الحقيقيه فعلا. انا هحطه كده في بابل وهحكم عليه بحاجه مش شرط تكون ده اللي هو محتاجها مني. فالتربيه الحديثه، يعني انا بحب دايما اقول احنا بنعامل بعض ازاي كبني ادمين، او بنحب نتعامل ازاي كبني ادمين. بنحب ان احنا نتسمع، بنحب ان احنا نبقى محترمين، بنحب ان احنا اللي قدامنا يقدرنا، وبنحب ان احنا لما يبقى عايزين نشارك يبقى في الاستقبال من اللي قدامنا. بس احنا الاسلوب اللي احنا عارفينه قبل التربيه الحديثه كان ان احنا الاهالي دايما بتدي القاء 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 واوامر، والطفل مطالب ان هو ينفذ عاجبه او مش عاجبه. يعني ما فيش ام او اب هتساليهم لا ده انا مامتي وبابايا كان عليهم بصه، من البصه بفهم هم عايزين يقولوا لي ايه. انت لو عملتي الباصه دي مع ولادك اكيد مش هتشتغل، عشان هم برضو حياتهم والمجتمع اللي هم بيكبروا فيه مختلف تماما عنك. فانت لما انت تبقي متوقعه ان انت من باصه هيفهموكي، اكيد لا. وبرضو مش من ان انا طول النهار اطبطب واحضن واقعد على الارض واقول له طب انت محتاج مني ايه دلوقتي، لا، في لكل موقف ليه ردة فعل. مش الطبيعي ان انا ابقى فلات كده وكل المواقف بنفس الاسلوب. يا جماعة علشان اللي لسه بدأ يسمع الحلقة دلوقتي أو لسه داخل معانا دلوقتي، سارة الحمد لله فكِّت لنا لغز موضوع التربية الحديثة، وهدِّت أمهات كتيرة جدًا كانت بدأت تبلوك accounts على السوشيال ميديا، علشان إن إحنا أولًا هو stereotype إن إحنا نحُط الأهالي كلّهم في box واحد ده، لإن برضه ما كانوش أهالينا كلّهم ولا الgeneration اللي فات كلّه بيزعّق ويؤمر ويشخط ومن النظرة، لأ كان في منهم عادي بيتكلّموا معانا وبيتناقشوا معانا وبيشرحوا لنا وجهات نظرهم أو كانوا هاديين، الstereotype بتاع الأهالي، وat least أنا هاقول أنا الجيل الmillennial بقى اللي هو بتاعنا إحنا، اللي عمّالين يدّوا له في موضوع التربية الحديثة، كلّموا ولادكم بصوت واطي وما تزعّقوش خالص، لأ يعني ما هو إحنا بني آدمين، هو متوقّعة إن هُم لازم يبقوا فاهمين اليوم بيعدّي إزاي ومتطلبات الحياة عاملة إزاي، فاللي لسه داخل الحلقة دلوقتي rewind شوية عشان تشوفوا بس سارة ريّحتنا كلّنا في حتّة التربية الحديثة دي. يا رب اقدر اريحكم كلكم فعلا يعني. بس هي بجد التربيه يعني حاجه مش سهله، والتربيه مش بس بتبقى في البيت، والتربيه مش على الام بس، التربيه بتبقى علينا كلنا. ودايما بحب افكر الامهات والمدرسات ان ربنا خلقنا شعوب وقبائل لسبب واضح وصريح، ان ما ينفعش حد يشيل الموضوع كله لوحده. هو كل واحد فينا بيشارك بجزء ما. انا كأم هعمل كذا، المدرسة هتعمل كذا، الجدة هتعمل كذا، العمة، الخالة، المدرب، البواب اللي في الشارع، السواق، كل واحد ليه جزء في التربية بتاعت الطفل ده. فما ينفعش اخد انا كأم الميلانيال بالذات، انا عارفه انهم بيبقوا واخدين الموضوع على قلبهم قوي، ان انا الام الست القويه الاندبندنت اللي هو هعمل كل حاجه لوحدي وهشتغل وهربي ولادي زي الفل وهكلمه بمنتهى الهدوء ومش هزعق. ما
فعلا ما فيش حد يقدر يعمل كل ده. فلازم نفكر نفسنا كده ان التربية مش احنا لوحدنا. هُم برّه بيقولوا it takes a village علشان نربّي يعني بتاخد زي ما أنتِ قُلتِ كده زي قبيلة، يعني إن هي تربّي واحد، ودي حاجة إحنا بنشوفها جدًا في قصص أولاد كتيرة إن هُم بيطلعوا مُعتمدين إن العمّة ليها دور في حياتهم، والخالة ليها دور في حياتهم، وبيرجعوا لناس معيّنة في العيلة أو لمُدرسة. وspeaking of مُدرسة، أنتِ لمّا خدتِ المجال بتاعِك ده وبدأتِ تتعلمي في الموضوع ده، هل أنتِ كنتِ واخداه علشان تطبّقيه بس على حياتِك أنتِ الشخصية مع ولادِك، والّا بدأتِ تطبّقيه إزاي عمليًا؟ لا خالص، انا اصلا لما ابتديت المجال ده كان قبل ما اتجوز. وابتديته ان فعلا انا من وانا صغيره كنت دايما بقول لهم انا لو ينفع، لو حابه ان انا اشتغل في حاجه، عايزه اشتغل مع اطفال. اطفال بقى في اي حته، بس عايزه اشتغل مع اطفال. فلما خلصت الماسترز بتاعتي اشتغلت في مدرسه. ولما اشتغلت في المدرسه بقيت حاسه قد ايه ان انت جوه المدرسه بتبقي شايفه جزء واحد بس من الطفل، ما بتشوفيش الصوره كامله. وده كان سبب من الاسباب ان انا كنت بجد عايزه اذاكر اكتر وافهم اكتر واعرف اكتر ان الحاجات اللي انت بتبقي شايفاها من المدرسه هي بجد بتبقى من فوق الوش. بس عشان فعلا اوصل للطفل ده بالكامل ال 360 درجه بتوعه، هو في طبقات كتيره جدا، مش هتيجي بس من فوق الوش. اول دخله اللي هي كانت جوه مدرسه، بعد كده ابتديت اعمل الدراسات بتاعتي واشتغل. وبرده كان من حظي ان انا نقلنا برضو في بلد تانية. والبلد التانية دي كانت المدارس بتسمح بان الثيرابي بيحصل في المدرسة مش بره المدرسة. ف وكنت ممكن ادخل جوه الفصل وبعمل الثيرابي جوه الفصل كمان. فده وراني صورة مختلفة تماما عن الاحتكاك بالاطفال او بالاهالي او بالمدرسين، وقد ايه المدرسين بيبقوا نفسهم فعلا يساعدوا الاطفال ومش عارفين. عشان لما المدرسة بتكون بتعمل السيرتيفيكيشن بتاعتها ولا الشهادة بتاعتها، هي بتدرس السلوكيات دي بجد، هو فصل او تشابتر في الدراسة كلها. فبيتحط عليهم لود هم فعلا مش مؤهلين ليه ومش مجهزين ليه. فاحنا بنظلمهم بجد ظلم رهيب جدا. فبقيت حاسه لا، هم كمان محتاجين حبه حاجات تساعدهم عشان يفهموا الولاد ويعرفوا يتصرفوا معاهم ازاي عشان يدوهم اكتر. ان انا فعلا ما شفتش ولا مدرسه نيتها ان هي ما تبقاش تساعد الطفل. هم كل المدرسين رجاله او ستات بيبقى نيتهم ان هم يساعدوا الاطفال. هم بقى عندهم الادوات اللي تقدر تساعد بيها الاطفال، مش شرط. في بيجتهدوا الصراحه، وفي بيبقوا فعلا مش عارفين يعملوا ايه ومحتاجين حد يستعينوا بيه. بس أنتِ قُلتِ point مهمة أوي، حتّة إن ما فيش مُدرِّس أو مُدرِّسة، أصل هي مهنة صعبة. يعني هي مهنة صعبة جدًا. أنا بالنسبة لي في كام مهنة كده يعني من أصعب المهن، وبتحتاج ناس معيّنة وشخصيات معيّنة إن هم يعملوها. المدرسين أو المُعلِّمين، والدكاترة والnurses أو الممرضين. ال3 بالنسبة لي أنا شخصيًا بيبقى ليهم مكانة معيّنة، لإن أنتِ لازم تكوني مش بس على قدر من العلم وتفضلي على طول بتدرسي وهكذا، بس شخصيتِك وتحمُّلِك وإزاي تتعاملي مع whether الطالب أو المريض أو. فالمُدرسة حتّة إن هُم ما عندهمش resources دي، أنتِ حاسة إن هي جاية من فين؟ يعني هل إن هو مثلًا ما كانش في تركيز أوي على جزء السلوكيات دي وأنا باتدرّب كمُدرسة؟ 100% كان التركيز اكتر على ان احنا هنوصل المعلومة ازاي للطفل. فانا لما بعمل الدراسات بتاعتي ببقى بفهم المنهج شكله عامل ازاي وبدرسه ازاي وبعمل الامتحانات ازاي عشان ابقى عارفة الطفل فاهم المنهج ولا لا واقدر اساعده ازاي. جزء السلوكيات او الحتة كمان العاطفة او ان هو يبقى ازاي بيتعامل مع صحابه في الفصل وكده، دي بقت التركيز عليها قريب مش من زمان. ف تلات ارباع المدرسات دلوقتي بقوا بيسعوا او بيعملوا دراسات او بياخدوا كورسات عشان يفهموا الحاجات دي اكتر. ان العصر اتغير وطريقة التعامل اتغيرت جدا، وطريقة العلاقات بتاعت الولاد بقت مختلفة جدا. فالمشاكل اللي بتحصل في المدارس بقى شكلها مختلف تماما. فالمدرسات اول ناس بتتخض وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه. فعشان يعرفوا يعملوا ايه لازم يبقى عندهم شوية ادوات. الادوات دي بتاخد وقت ان هي يتعودوا عليها ان هي تبقى في حياتهم في الفصل الطبيعية. بتاخد وقت بس مش حاجة صعبة ومش بنغير الاسلوب تماما. هي بتبقى تعديلات بسيطة. يعني بدل ما اقول ان انا هقعد اشرح لمدة نص ساعة، هقسمها شوية وقت واديهم بريكس في النص.
وبدل ما انا بس اللي بتكلم، طب ما اخلي الاطفال يتكلموا معايا، بدل ما هو كله شرح ما انا ممكن اخليهم يعملوا حاجات بايديهم، يعملوا مشاريع مع بعض، يعملوا الجروب ورك او يعملوا بحث. فبقى في كذا طريقة، ممكن تعديلات بسيطة كده عشان نساعد ان السلوكيات دي تبقى باينة جاية منين، وان المدرسة برضو تعرف تشوفها فتعرف تساعد الطفل ده اسرع بكتير. والله أنتِ مخلّياني وأنتِ بتحكي كده بافكّر في المُدرّسين بتوعي أنا وحاسة اللي هو أنا عايزة أقول لهم شكرًا، إن في منهم ناس يعني قبل ما كانت الموضوع بتاع السلوكيات ده يطلع أو إن يبدأ يبقى في الcourses دي أو الدراسات دي، أنا أفتكر جدًا المُدرّسين اللي في حياتي أو المُعلّمين اللي في حياتي اللي كانوا بيعملوا كده من يعني من قلبهم، من واحدة عايزة تكون مخلّية الclass مكان حلو للأولاد إن هم يدخلوا وينبسطوا ما يبقاش وفاكرة برضه المدرسين اللي كنا بنكره الclass بتاعهم علشان كنا قدامنا ساعة إلا ربع بقى يا رب نخلص منهم، فحاجة حلوة أوي إن الواحد يبقى شايف إن الresources دي بقت موجودة، لإن definitely في ناس لمّا بياخدوا المهنة دي بياخدوها عن قلب إن هم فعلًا مش بس للمنهج اللي بيوصّلوه، بس إن هم يبقوا جزء من حياة الطالب ده، أو إن هم ما يتنسوش يعني ما يبقاش مُدرِّس وعدّى يعني. بالظبط بالظبط، ودورهم بيبقى بجد قوي جدا في حياة الأطفال. لمّا بتقولي إن هُم بيبقى ليهم جزء من التربية أو من تكوين شخص الطفل، هل دي بتبقى حاجة هُم بيكتشفوها أو بيعملوها لوحديهم والّا بتبقى بالتنسيق مع الأهل في البيت؟ يعني لو نحُط شوية نور على الموضوع ده وتشرحيه لنا أكتر. لو أنا الطفل عامة سلوكياته أنا مش شايفة إن هي فيها أي حاجة محتاجة تشتغل عليها أو تعديل في الفصل، هيبقى الموضوع طبيعي جدا وهكمل على الأهل بانيينه. بس لو أنا شايفة إن الطفل في الفصل بيوريني سلوكيات كمدرس، أنا المفروض أول حاجة أعملها أسأل الأهل، أنا خدت بالي إن كذا بيعمل كذا 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 كذا، هو أنتوا بتشوفوا نفس الحاجات دي في البيت ولا لأ؟ ما احطش على طول في مخي ما هو اكيد بيعمل كده في البيت واكيد اهله بيسمحوا له كده في البيت، ان مش تلات ارباع الولاد السلوكيات مش بتبقى نابعه في البيت، بالعكس هما بيبقوا عندهم سلوكيات مختلفه جدا في البيت عن المدرسه وعن النادي وعن مع الصحاب، عشان البيئه نفسها بتختلف. فلما انا اتكلم الكلام ده مع الاهل هقدر بقى انا اقعد مع الاهل واقول لهم اوكي، انا شايفه كذا بيحصل عندي في الفصل وانتوا شايفين حاجه شبهه مثلا في البيت، فممكن نقعد نشتغل مع بعض ونحط حاجات انا وانتوا هنعملها. فلما يحصل تكرار في المدرسه وفي البيت وبقى في استمراريه ما بين المدرسه والبيت، احنا بنساعد الطفل ده ان احنا نعمل له تعديل السلوك بمنتهى السهوله. بس لما المدرسه تبقى بتشتغل يمين والاهل شغالين شمال، احنا بنشدد الطفل اكتر، فهو هيبقى هو اللي هيقرر انا انهي طريقه عجباني اكتر، فانا هروح للطريقه اللي عجباني اكتر وهفرضها على الطرف التاني. فمهم قوي ان المدرسين والاهالي يبقوا على اتفاق وعلى تواصل، عشان في الاخر اي حاجه احنا الاتنين هنعملها هتوصل في الطفل. فلما يبقى على اتفاق واحنا بنعمل استمراريه ما بيننا وبين بعض، بنسهل الشغل على بعض، بدل ما كل واحد فينا يشتغل في اتجاه لوحده من زيرو لحد 100، ما نبتدي كده واحده واحده، انا احط زيرو وانت تحطي واحد وانا احط اتنين انت تحطي تلاته، الشغل هيبقى اسهل بكتير. فالتعاون ده حاجه مهمه جدا. وتعديل السلوك ده بيبقى مطلوب لإيه بالضبط؟ يعني لمّا بتيجي تقولي تعديل سلوك، هل ده بيبقى طفل مثلًا بيمُر بحاجة في بيته، بيبقى في حاجة حصلت مثلًا في بيئته، في مجتمعه، والّا دي حاجة م م موجودة معاه طول حياته مثلًا من يوم ما اتولد؟ يعني هل بتبقى حاجة situational مثلًا حسب الموقف بس، والّا حاجة موجودة معاه ولازم نتعامل معاها لحد ما يبقى في الجامعة أو بعد كده كمان؟ لا بتختلف، يعني احنا لو بنتكلم على طفل مثلا بعد الشهر اهله بيمروا بمرحله طلاق، اكيد هتبقى حاجه دي situation زي ما انت قلتي او موقف معين بيمر بيه، وفتره هيحتاج منها دعم من كل حد في بيته. طفل تاني مثلا بعد الشر مر بمرض، هيبقى برضه فتره. الفترات بتختلف على حسب الموقف. بس لو مثلا طفل ربنا نعمه بنعمة حاجة ذهنية، دي حاجة هتفضل معاه طول الحياة، فالتعديل السلوك هيكبر معاه زي ما هو بيكبر، ان احنا بنبني فيه حاجات صغيرة والحاجات التانية اللي هنعدلها كل ما هو بيكبر حسب مرحلة عمره، فبتفرق قوي من كل طفل للتاني.
ربنا نَعمه بحاجة ذهنية دي طريقة جميلة جدًا لشرح الموضوع ده، يا رب الناس كلّها تبُص للموضوع بالطريقة دي. قبل ما أتكلّم عليها عايزة أرجع تاني عشان ما انساش لحتّة المواقف المختلفة اللي ممكن تحصل في حياة الأطفال. لمّا يبقى بيحصل حاجة في البيت مع أهلهم أو ممكن يبقى طفل عِيِي أو حاجة من الحاجات دي، نصايحِك إيه؟ إزاي ممكن مش بس المُدرِّسة أو المُدرِّس، بس الأطفال اللي معاه في الclass يقدّموا له الدعم ده لو عارفين إن هو بيمُر بحاجة كده إن شاء الله مؤقتة يعني؟ ما فيش أحلى من الصراحة. وأنا عارفة إن دي حاجة ناس كتير أوي مش بتحبها فيّا، بس أنا مؤمنة بيها. يعني لو أنا في موقف بيحصل، ليه ما أكونش صريحة وأقول إن في موقف بيحصل؟ مش لازم أقولها بطريقة تجرح أو توجع اللي قدامي، بس ممكن أقولها بطريقة معينة إن هي توصل للطفل اللي قدامي أو المدرسة، إن في الآخر يبقى في دعم. هو دعم ومش صعبانية. هو دعم ان هو هيحتاج ان احنا نقف في ظهره ونفهم ان هو مثلا لو بيقعد في جنبه يبقى هنشجعه ان هو يلعب مع الصحاب، او هنقول لاصحابه بصوا انتوا واخدين بالكم ان هو قاعد لوحده هناك، ما تروحوا تشدوه يلعب معاكم كوره عشان هو قاعد لوحده. فده الدعم اللي هو هيبقى محتاجه مننا، كان في البيت او في المدرسه او في النادي. بس هو فعلا مفيش احلى من الصراحه. والصراحه مش معناها ان انا اقول حاجه كده ما افكرش ان انا في اختيار كلماتي عشان ما اجرحش الطفل ده او العيله دي باختيار الكلمات. وده على أهل صحابه كمان، يعني تنصحي نفس الموضوع لو أنا النهارده مثلًا عندي واحد من صحاب ولادي في الفصل بيمُر إن أهله مثلًا بينفصلوا، أو حد عنده في البيت عيان، فأنا ممكن أنصح ولادي يعني اقعدوا معاه، العبوا معاه، make sure اسألوا عليه، كل الكلام ده، بس أنا كأم إزاي ممكن يعني أدعم الأم التانية أو الأهل التانيين في المرحلة دي كمان؟ دي بتبقى حسب المساحة اللي هم مدينها لك الصراحة، وبتختلف جدا من كل أهل للتانيين. في أهل بيبقوا عايزين الناس تدعمهم وبتبقى عندها استعداد تتقبل الدعم ده، وفي أهل بتبقى بتزق جدا وعايزين الخصوصية بتاعتهم ومش عايزين حد يتدخل. فانتي من احتكاكك بالناس دي هتفهمي هم فعلا هيقبلوا مني حاجة زي كده، ولا دي بالنسبة لهم كأنك بتتعدي الخصوصية بتاعتهم. ف... فدي حاجة احنا ككبار هنفهمها وهنحسها، وعلى اساسها هنبتدي ناخد الاكشن المطلوب. إن مش شرط عشان الlove language بتاعتي إن أنا عايزة أساعد وعايزة أعمل لِك وعايزة أسوي لِك، بس أنتِ مش مستعدة إن أنا أفرض نفسي، يعني ممكن المفروض إن أنا أكون باساعدِك بالطريقة اللي أنتِ محتاجة تتساعدي بيها، مش اللي أنا شايفاها صح في دماغي. بالظبط. وفي دايما لما حد بيجي يقول لي طب انا عايز، قلت له ممكن نسالهم انتوا محتاجين مساعده. وده بجد مع انه بحسه سؤال سهل قوي، بس مش بيجي دايما في مخ البني ادمين ان هم يسالوها. وبس الاطفال دايما بيسالوها عايزني اساعدك. فاحنا لو فكرنا نفسنا بالحاجات اللي الاطفال بيعملوها عشان هي بتبقى فعلا من جواهم من جوه قلبهم، وعملناها مع الكبار، ان هي ما فيهاش جرح وما فيهاش ان انا هتعدى حدودي او هدخل في خصوصياتهم. هسأل سؤال بسيط: اساعدك ازاي؟ وهي هتديني او هو هيديني الاتجاه اللي هو محتاجه مني. انا قدرت اعملها تمام، ما قدرتش حاولت. بس الصغيرين بيقولوا، الكبار هم اللي مش بيعرفوا يطلبوا المساعدة، هي بتبقى المشكلة في إن الكبير عايز يساعد الكبير ومش عارف عشان الكبير التاني ما بيطلبش ما بيعرفوش يطلبوا مساعدة، متعودين أوي إن إحنا I'm in control all the time. احنا كل ما بنكبر كل ما بنحس ان احنا طلب المساعدة ده بيبقى حاجة بتخلينا اضعف. بس الصغيرين بيبقوا حاسين انا عايزك تساعدني، وبيشوفوها ان هم تعاون، مش ان انا ضعيف. ده يعني بشوفهم دايما يقولوا انا ايدي وجعتني قوي، ممكن تكمل لي بقيه الحاجات؟ انا ايدي وجعتني ساعديني لوني لي بقيتها. ما بتبقاش ضعف، هما بيبقوا فعلا بيقولوا هم حاسين بايه. بس كل ما بنكبر كل ما احنا بنشوف ان المساعدات دي بتبقى ضعف. ده بالنسبة أطفال اللي ممكن نساعدهم لمّا يكونوا بيمرّوا بحاجة مؤقتة في حياتهم، بالنسبة للأطفال اللي زي ما أنتِ بتقولي ونبدأ نستخدم الterminologies اللي سارة بتستخدمها نتعلمها كلنا، أنا شخصيًا هابدأ أقولها من هنا ورايح، حتة إن ربنا أنعم عليهم بحاجات ذهنية مختلفة عن بقية الأطفال. خلّي بالِك الموضوع ده بيبقى بالنسبة لنا إيه، كُلّنا عايزين نتعلّم إزاي أقول الولد ده عنده ADHD، عنده Asperger's، عنده autism، عنده مش عارفة مين، من غير ما تجرحي اللي قدّامِك ومن غير ما تبقي أنتِ برضه مش فاهمة أوي الdiagnosis. فللناس اللي ما درستش،
بس عارفين إن في أطفال مع ولادنا ربنا أنعم عليهم بحاجة ذهنية زيادة أو مختلفة عن أولادنا ومحتاجين نتعلّم إزاي نتعامل معاهم. نبدأ من فين ونفرّق ما بين الcases إزاي. أنتِ قُلتِ كلمة حلوة أوي، قُلتِ مختلفين، إحنا كلنا مختلفين، أنا وأنتِ قاعدين بنتكلم مع بعض، بس إحنا مختلفين، أنا وأنتِ مختلفين بس زي بعض، أنا وأنتِ عندنا عينين ومناخير وبُق ودان وجسم، بس من جوّه أنا وأنتِ مخنا أكيد مش زي بعض، فده الاختلاف، ومش شرط بس عشان ربنا أنعم عليهم بحاجة، هو كلنا مختلفين، فنبتدي بدي، إن إحنا كلنا بني آدمين، بس كل بني آدم مختلف بطريقته وبشكله وبالحاجة اللي بتخليه إن هو يبقى يونيك أو خاص. هنبتدي بالحتة دي. التشخيصات إيه؟ مش كل الأهالي بتبقى قابلة قوي إن هم يقولوا تشخيصات ولادهم، والأسباب كتيرة جدا، ومش كل المدارس بتبقى قابلة إن هي تقول التشخيصات بتاعة الولاد، بس في تشخيصات بتبقى باينة إن هي الشكل نفسه بيبقى مختلف، وده اللي هنتكلم عليه، إن هو اختلاف، إحنا كلنا مختلفين، بس هو بيعرف يتكلم وبيجري وبيلعب وبيتبسط لما حد بيلعب معاه، وبيحس زي ما انت بتحس، وبيتوجع زي ما انت بتتوجع، وبيتحب زي ما انت بتتحب. فهو حاجة بسمعها كتير قوي، ان مثلا ما هو مش فاهمين، حتى لو فرضنا ان هم مش فاهمين بس هم بيحسوا، وبيحسوا قوي، ولو ربنا اخد منهم شوية من الفهم، ان هو مش بياخده كله، هو بياخد شوية صغيرين، بيديهم قوي في الحس. والاطفال دي بالذات، وعامة الاطفال كلها، نعمة الحس دي كأن ربنا مديها لهم عشان يحصنوا نفسهم، فبيحسوا فعلا مين اللي بيحبهم، بيحسوا فعلا مين اللي حابب يبقى معاهم، بيحسوا فعلا مين اللي قابلهم زي ما هم من وهم بيبيهات. يعني انا متاكده بقى، انت فاكره ولادك وهم بيبيهات اي حد يشيلهم ساعات يبقوا بيروحوا بيبقوا لزاز وبيكهكهوا مع حد، وتقولي ايه ده بيضحك لك على طول، ده اول مره يشوفك، واوقات تانية نفس الشخص يشيله سويت وعياط نون ستوب اول ما هو بيشيله. ده بيبقى فعلا نعمه الحس، ان هو بيبقى الطفل حاسس ان الحب او التقبل مش من جوه قوي، هو من فوق الوش. إحنا محتاجين إن إحنا نفرّق based على كلامِك إن النِّعَم بتاعة اختلاف النِّعَم الاختلاف الذهني هي whether إحنا ليها شكل ظاهر من برّه وإحنا عارفينه ومُتعارف عليه أو ما لهاش شكل، وإن الأهل مش مطالبين إن هم يبقوا يمشوا يشرحوا أنا ولادي عندهم إيه، أنا مش مفروض إن أنا كأم أبقى مطالبة إن أنا طول ما أنا ماشية عمّالة أتكلّم مع الأهالي والصحاب أصل هو بيتكلّم بسرعة شوية، أصل هو محتاج يقعد أكتر، أصل في ليه؟ ليه أنا يبقى محطوط عليّا الضغط ده؟ لمّا يبقى معانا ومش برضه وصلّحي لي لو أنا غلط، لو أنا النهارده معايا واحد صاحبي في المدرسة، أنا طفل وعندي واحد صاحبي أو واحدة صاحبتي في الclass وحاساه مختلف عني، هل أنا لازم أعرف هو عنده إيه عشان أعرف أتعامل معاه؟ ممكن أقول لِك مثال أنا عِشته، يعني إن كان في مدرسة من المدارس اللي كنت باشتغل فيها، كان في أطفال عندهم توحُّد، فكنت باقول له، كنت دايمًا بابتدي أقول للولاد عشان أفهّمهم أو أعمل حتّة الوعي عندهم والتقبُّل، إن إحنا كُلّنا مختلفين، شكلنا حتى بيبقى مختلف، بس إحنا بُصّوا زي بعض إزاي، إن إحنا بني آدمين وبناكل وبنشرب، وممكن طريقة أكلنا وشربنا مختلف، بس إحنا كُلّنا بني آدمين. في مننا بقى اللي بيتكلّم شوية بسرعة، في مننا اللي بيبقى محتاج يقوم يتحرّك كتير، في مننا اللي بياخد وقت عشان يعرف يرُد على السؤال، في مننا اللي بيبقى مكسوف ومش عايز يرد بصوت عالي فممكن يوشوش، فاحنا لازم نحترم اختلافاتنا في الردود. فكان في طفل عنده توحد، فقلت لهم يعني هو مثلا بيحب ياخد شوية وقت لحد ما يرد، فتعالوا كلنا نتمرن ان احنا لما نسأله سؤال هنعد لحد 20 وبعدين نشوف هو هيرد ولا لا. فبقينا بنعملها كل مرة بدخل بشوف الجروب ده، وكل مرة الولاد بشوفهم بقى بيعدوا على صوابعهم كده لحد cute 20، وبعدين يروحوا هم كلهم يروحوا باصين له كده، وهو فعلا يروح رادد. في مرة عشان أنا برضو بني آدمة وطبيعي إن أنا هغلط وطبيعي إن أنا هنسى، فأنا بتكلم معاهم وسألته هو سؤال،
وانا نسيت اعد زي ما هم بيعدوا. فكنت هبتدي ابص لولد تاني، راحوا هم كلهم بصوا لي: انت مش قلتي نعد لحد 20؟ ما بتعديش ل20 ليه؟ قلت كيوت. لهم تصدقوا عندكم حق، ميرسي ان انتوا فكرتوني ان انا اعمل الحاجه الصح، يلا نعد كلنا ل20. ففي طرق كتيره جدا من غير ما تبقى جارحه ومن غير ما اقول لهم المسميات، ان مش شرط الاطفال في السن الصغير يبقوا فاهمين معنى المسميات دي ايه، بس ممكن ابتدي ازرع فيهم فكرة التقبل، تقبل أي حاجة بقى، إن هي ممكن تبقى تقبل إن أنا مش كل الناس بتحب القراية، مش كل الناس بتحب تقعد تكتب، مش كل الناس بتحب الماث، مش كل الناس بتحب الساينس، فده طبيعي. بس كلنا في الآخر ممكن نساعد بعض، وكلنا لو أنا مثلا شايف إن هو ما بيحبش يقرأ أو بياخد وقت طويل قوي عشان يقرأ، بدل ما أقول له هات أقرأ لك، ممكن أقول له عايز نمسك لك الكتاب عشان تعرف تشوف أحسن. ممكن افكر اساعده ازاي بطريقه من غير ما تبقى جارحه، ان انا احسسه ان انت اقل او ان انت مش أو إن أنت بتعرف. محتاج ان هما بيبقوا مساعدتي، من فعلا، غيري مش هتعرف تعمل بالظبط، الحاجة دي. بالظبط، ان هما فعلا بيبقوا حاطين مجهود رهيب وعايزين قوي ان هما يتحسنوا، بس من كتر ما بيبقى عليهم ضغط، ان هما حاسين ان الناس اللي حواليهم حاسه ان هما مش بيعرفوا، او هما مش شاطرين في الحته دي، او هما بيضيعوا لهم وقت، هما بيبطلوا وبياخدوا كده جنب لوحدهم. طيب ده بالنسبة للأولاد الصغيرين لو بدأنا معاهم من بدري، ونبدأ إن إحنا كده في general rule أو قاعدة عامة، إحنا عندنا سياسة تقبُّل الغير مهما كان الغير ده مختلف عننا، فمش محتاجة أعرف الغير ده مختلف ليه، هو إحنا بنتقبّل بعض باختلافاتنا، ودي حاجة على فكرة يعني مش يعني أنا حاسة إن هي بقت أسهل دلوقتي في الgeneration ده، لإن هُم بقوا بيشوفوا العالم اللي برّه شكله عامل إزاي من خلال تليفوناتهم. إحنا مثلًا وإحنا بنكبر كنا كلّنا كل اللي حوالينا شبه بعض، فإحنا مش متعودين إن في حد شكله مختلف أو طريقته مختلفة. بس دلوقتي العالم اتفتح أوي، أوي، إن حتى لو أنا مش باسافر برّه كتير أو عِشت برّه، حتى وأنا جوّه مجتمعي مهما كان مجتمعي ده إيه، أنا عارف إن في ناس حواليّا عايشين مختلفين عني. فسياسة التقبُّل للغير تبدأ من الأطفال. طَب الكبار، النهارده الدعم اللي ممكن يتقدّم زي ما أنتِ الكلمة اللي أنا باحب أوي أستخدمها يا جماعة وقُلتها في أول الحلقة وهاخلّيكِ أنتِ تشرحي لنا فيها أكتر، آآ إحنا ما بنقولش ذوي الاحتياجات الخاصة، إحنا بنقول ذوي الحقوق الخاصة. ليه يا سارة بتستخدمي الكلمة دي؟ عشان هم فعلا مش محتاجين مننا احنا حاجة، يعني هم حقوقهم في الدنيا دي اللي شوية مختلفة، عشان هم ربنا أنعم عليهم بحاجة مختلفة عننا. بس احنا كبني آدمين قررنا ان الأغلبية هيبقى شكلهم كده، فالدراسة هيبقى شكلها كده، فالبيوت شكلها كده، ففي سلالم والاسانسيرات ضيقة، ومفكرناش في الناس اللي عندها حقوق مختلفة. فهم حقوقهم، هو من حقه يدخل مدرسة، من حقه يركب اسانسير، من حقه يعرف يطلع وينزل وهو في المول، مش بدل ما يبقى مش عارف عشان في سلالم. آه، فهي حقوق مش احتياج مننا، هم مش محتاجين مننا احنا خالص. دي الحقوق الجسدية اللي المفروض تبقى بديهية، إن أنا يبقى ليّا أعرف أتحرّك زي ما غيري بيتحرّك. ومش بس الحقوق الجسدية، الحقوق كمان الذهنية. يعني أنا طريقة التدريس اتعملت على الأغلبية، وحتى طريقة التقييمات اتعملت على الأغلبية. فالأغلبية مش كل الناس. فعشان كده احنا من حقهم علينا ان احنا نقدر نوصل لهم المعلومات والمنهج والتعليم في النقطة اللي هم فيها دلوقتي حالا، مش ان انا افرض عليهم ان هم يبقوا زي الأغلبية، ان انا كده بعجزهم، مش بديهم حقوقهم. صح، أكيد طبعًا، أنتِ بتطلبي منهم إن هم يبقوا بيعملوا زيّهم زي غيرهم وهُم مختلفين عن غيرهم، مش هيوصّلوا نفس النتيجة، بس إزاي كإدارة مدرسة أو كمُدرسين أو حد في المجال ده يعرف يpersonalize أو يشخّص التجربة التعليمية دي ذوي الحقوق الخاصة، من غير ما يبقى ادّاهم منهج مختلف أو طلّعهم برّه الclass اللي هم المفروض يكونوا موجودين فيه أو حسّسهم إن هم مختلفين عن الباقيين. بصي، كل طفل وليه مستوى مختلف تماما. ففي اطفال بتبقى مستواه ان هم هيحتاجوا منهج مبسط، وبيبقى محطوط معمول له دراسة ان هو هيبتدي
في النقطة دي، وهنبقى كل شوية بنشوف هو بيوصل لفين عشان نقدر نوصله في الآخر إن هو يعرف يتخرج من المدرسة ويعرف يدخل جامعة أو يكمل تعليمه. وفي ولاد بتبقى محتاجة إن هم يفهموا الحاجات بطريقة شوية مختلفة، بدل ما يبقى كله شرح هم ممكن يبقوا عايزين يتفرجوا عليها بصورة فيديو. بدل ما يبقى كله شرح ممكن أديهم حاجات في إيديهم، عارفة زي الولاد اللي كانوا بيعدوا على صوابعهم كده، فأكيد مش مع 10 صوابع مش هتكفي كل حاجة، فأديهم حاجات اللي تساعدهم إن هم يشوفوها، بدل ما أطلب منه إن هو يبقى بيكتب كل حاجة. طب ما هو في ناس مش هتقدر تكتب بالسرعة دي، طب ممكن نديهم ايباد مثلا عشان يعملوا تايبنج. بدل ما اطلب منه ان هو يبقى بيقرا كل حاجه، ممكن اديله قبل اوصل له هو فين مستواه في القرايه، واديله الكتب اللي هي متناسقه معاه. مش كل الاطفال اللي عندهم حقوق خاصه بيبقى مأثر على الاي كيو بتاعهم او نسبه الذكاء، فممكن قوي يبقى عندهم نسبه ذكاء بس هم بيبقى عندهم اختيارات واضحه وصريحه في اللي بيحبوه ومش بيحبوه. فانا لو اديته كتاب على حاجه هو مش بيحبها هو مش هيقراها، بس لو انا اديته كتاب فيه حاجه هو بيحبها وخليته من الكتاب ده ان هو يكتب لي موضوع عليه، وبعدين يعمل لي مشروع كامل، وبعدين يعمل لي برزنتيشن، وبعدين يدخله لي في الرياضيات او الماث بتاعه، هو هيقدر يوري لي كل ده. فانا محتاجه افهم الطفل اللي قدامي وعلى اساسها اديله الادوات اللي هتوصله للنجاح. في اطفال بتبقى محتاجه تماما ان هي منهج مختلف عشان هي بتبقى مأثره على نسبه الذكاء عندهم، وفي اطفال بتبقى لا فعلا هم بس محتاجين نفهم مدخلهم فين. ودول يبقوا موجودين في الكلاس مع نفس السن ومع نفس المرحلة العمرية وعادي خالص، هي بس المُدرِّسة هي اللي هتبقى محتاجة الأدوات دي بحيث إن هي تتعامل مع الطالب ده بالطريقة اللي تنفعه هو. هي مش هتبقى المدرسة بس، هي هيبقى فريق من العمل، يعني أكيد، مدرسة لإنه وإدارة برضه شغل المدرسة كتير. بالظبط. ولو حد هيبقى محتاج إن هو يشتغل مع الطفل ده عشان يساعده يوصل للمستوى اللي هو محتاجه، فهيبقى فريق من العمل وفيه تعاون بقى. ده فعلا اللي هيبقى فيها التيم ورك فعلا، الاهل والمدرسه والاداره، ولو في ثيرابيست بيبقوا شغالين مع الطفل ده عشان يوصلوه للحته اللي هو يقدر يوصل. وفي programs في المدرسة دلوقتي معمولة في مصر بالموضوع ده. في مدارس كتير ابتدت تعمل طبعا الموضوع ده، يعني الموضوع لسه جديد شويه في مصر، بس في مدارس كتير جدا ابتدت تعمله، وفي مدارس بتبقى فعلا بتجتهد وبتطلع بره كل المجارات بتاعتها وبتحاول تقدر توصل للطفل اللي عندهم في المدرسة بأي شكل. الموضوع الحمد لله في مصر فيه تطور جامد جدا ولسه فيه أكتر بكتير، بس على الأقل احنا ابتدينا الطريق. وإيه هي الحملة الأخيرة، ممكن تحكي لنا على الحملة الأخيرة أو الprogram الأخير اللي بدأ يتطبّق في المدارس أصلًا في مصر؟ مش متأكدة ابتدى يتطبق ولا لأ، بس وزير التعليم أو وزارة التعليم عملت زي لونش كده إن المدرسة هتبقى مكان لينا كلنا. والسنة اللي فاتت حصل تغييرات في القوانين بتاعة الدمج، ان نسب الدمج اتغيرت في المدارس، وبقت الدمج مش مدارس الدمج بس، بقت في المدارس كلها. والمفروض السنة دي هيبتدوا يعملوا تطوير او تغيير في اللائحة بتاعة الجامعات بالنسبة للدمج. طيب أرجع بقى تاني أخيرًا وليس آخرًا، اتكلّمنا على الولاد الصغيّرين، واتكلّمنا على المدارس أو الteam اللي بيدرّسهم في المدرسة ممكن يتعاملوا معاهم إزاي، النهارده الأهل بقى. أنا بقى كأهل مش أهل في الclass بس أهل الطالب اللي هو اتعمل له كل المجهود ده. إزاي أتعامل مع الموضوع ده لو الموضوع بالنسبة لي جديد، أطلب مساعدة إزاي، أو أشرح للي حواليّا احتياجات ابني إزاي؟ حقوق، أنا آسفة، مش احتياجات، لأ، معلش هاصلّح الكلام، مش احتياجاته لأ، حقوقه. يعني النهارده أنا باحاول أفكّر دلوقتي بmentality الأم، لو أنا النهارده شايفة إن أنا ابني أو بنتي بيبذلوا مجهود رهيب في الclass بس مش بيوصلوا لنفس النتيجة اللي صحابهم موجودين معاهم، فهُم وأنا مش عارفة أتعامل معاه أو أتصرّف معاه إزاي، وعارفة إن هو مختلف في حاجات معيّنة، أتعامل مع الموقف ده أبدأ إزاي؟ يعني أبدأ منين؟ اول حاجه الصراحه ما فيش زيها، هروح المدرسه وهقول انا عملت الاختبارات دي، والاختبارات دي قالت لي ان ابني عنده كذا 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 او بنتي كذا 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 كذا، وده الحاجات الادوات اللي طلعت من الاختبار ان هي بتشتغل معاه. كان ان هو محتاج ان هو يتحرك كل تلت ساعه، كان ان هو محتاج يبقى الحاجه بخط مختلف عشان هو مش بيعرف يقرا الخطوط اللي هي اللي بتستخدم في المدرسه،
كان هو محتاج وقت الامتحانات يبقى في أوضة لوحده عشان هو بيجيله تشتت انتباه بمنتهى السهولة. وأقول لهم أنا محتاجة إن أنتوا تساعدوني، تقولوا لي إيه الحاجات اللي ينفع تتعمل في من ناحية المدرسة، والحاجات اللي مش هينفع أنا هحاول ألاقيها بره المدرسة. وكل فترة المدرسة والأم دي لازم يقعدوا مع بعض، احنا فين دلوقتي، وصلنا فين، طب احنا هنفضل زي ما احنا على نفس البلان اللي احنا حاطينها، ولا هنغير عشان هو الطفل ده ما شاء الله ورانا تطور جامد قوي وممكن يستعيد مننا اكتر بكتير. في حاجة بتتعمل برّه اللي هي IEP أو individual educational plan اللي هي خطة تعليم فردية، فبتبقى خطة معمولة للطالب ده حسب احتياجاته، وبيبقى في متابعات وإن إحنا بنقعد نضبّطها ونوضّبها حسب الاحتياجات بتاعته. هل دي حاجة شبهها اللي أنتِ بتقوليه؟ لا، هي دي بالظبط اللي هي بتحصل دي، كمان دلوقتي في مصر. هي دي بالضبط الIEP. الحمد لله. أوكي. بالظبط، بالظبط. أصل دي بتفرق أوي، أنا باشوفها برّه ليه، باشوفها إن هي بتفرق أوي إن زي ما أنتِ بتقولي كده it's a team وكلّنا بقى بنشوف هو كان فين وبقى فين وهنعمل إيه ونغيّر إيه، وإيه ده الgoal ده إحنا وصلنا له بسرعة، طب نغيّر حاجة تانية وهكذا. 100%. وبعدين هي نفس زي البلان دي بقى بالظبط بتتعمل كمان للسلوكيات. لو احنا شايفين مثلا ان هو الطفل ما شاء الله academically شاطر قوي، بنعمل نفس طريقة البلان دي بس للسلوكيات. يعني احنا نساعده ازاي يعمل صحاب، نساعده ازاي لو هو متعصب بدل ما يندفع يستخدم كلامه ازاي، نساعده ازاي لو هو مثلا خسر ماتش الكورة بدل ما يتعصب ويقع وينهار ويقعد يعيط يعمل ايه بدلها. فالبلانز دي الحمد لله بتستخدم في مدارس كتير. وهي دي البلانز اللي احنا بنشتغل عليها، وبيبقى مش بتتحط على المدرسة لوحدها، ده بيبقى فريق كامل والاهالي بتبقى فيها، ولو الطفل كبير شويه بيبقى كمان هو فيها عشان يبقى عارف ويقول انا عايز اشتغل على ايه، عشان هو في الاخر لازم يبقى عارف كويس قوي هو فين ورايح فين. فنديله الدعم النفسي عشان يبقى عنده ثقته في نفسه، وهو يبقى في الاخر هو اللي بيقول انا بحتاج كذا كذا كذا، انا وقت الامتحانات محتاج ان انا اقعد في حته لوحدي عشان انا بتشتت بسرعه. ان هو مش هيفضل طفل صغير طول حياته، هو ما شاء الله هيكبر ويروح الجامعه ولازم هو اللي يعرف يقول كده لوحده. سارة what's next؟ يعني أنتِ طموحاتِك بعد ما وصلتِ للي أنتِ بتعمليه دلوقتي ده في المدارس ومع الأهالي ومع الأولاد، نِفْسِك تبقى إيه الخطوة اللي جاية اللي تشوفيها؟ لا، في حاجات كتيرة قوي في مصر، احنا لسه بنبتدي الحمد لله، وحاساها بداية ما شاء الله موفقة جدا. نفسي نشوف التقبل في كل حتة، نفسي نشوف التقبل كمان في الشغل بالذات، نفسي نشوف ان عادي في اي شغلانة ممكن يبقى اي حد ممكن يشتغلها من غير ما ندي ألقاب. دي اللي نفسي فيها جدا. كفاية ألقاب، فعلًا. بالظبط. thank you، شكرًا، الconversation معاكِ ممتعة جدًا. ميرسي يا رضوى، ميرسي ميرسي ليكي يعني. شكرًا يا سارة، نورتيني.